ظروف معيشية صعبة جدا يعيشها الشاب سيد ياسر. وعندما سألناه ماذا تريد فأجاب السيد بهذه الكلمات: مريض؟ ايه سمعتك تريد شيء، شنو تريد انت؟ ملابس. شلون؟ ملابس. ملابس؟ ايه بعد؟ شحاطة. راتب ما عندك؟ ما عندي. ياسر ذات 17 عاما المعاق والمريض يعيش ظروف معيشية صعبة مع عائلته المتواضعة جدا، وكانت أحلامه بسيطة. وكذلك ياسر لا يمتلك أي راتب من الدولة العراقية على الرغم من إعاقته ومرضه. يومين 3 أيام والله يعطونا 10,000 روح جدك. يعني حالة شو تكفيك؟ شو يسوي روح ما عندنا حالتنا تعبانة شو نروح. هي كانت راضي عليها زراعة سيد شو جاب ياسر ما عنده راتب؟ ما عنده والله انا شو مو فارغ وما عندي فلوس له. ما اشتغلت صار 6 شهور لحد الان والله ماكو. لحد الان ماكو والله ما لسه ما جسمه. وضعية يعني الوضعية تعبانة. ماكو شو يسوي روح ما عندنا تعبانين كم منين يجيب؟ راتب العائلة كيف وجدك كان يعني قلت لك هاي خلف وضع الوالد والله كم منين نروح بك حالتنا تعبانة. وراح بك راتب العائلة والله كيفي بين مسواق بينها نشتري بالدين تحيل لك تلاحق لي. زين كان عندي 8 أفراد وكل ما انا مسؤول عليهم. انت فهمت كبير عمر؟ شاش يسوي روح بك هذا معاه خطير. اي والله معاه من ولاده والله اريد مساعدة من ولاده يساعدنا. اي مساعدنا هذا المريض اموت بكثر راتبي له. وين راتب عندي عادي شوي يعيني.